الزمالك وبتروجيت معتمد جمال تاني ماتش ليه تقريبا على الإدارة الفنية، تاني ماتش رسمي ليه بعد ماتش المصري. ماتش المصري اشتغل نفس الطريقة 4-3-3. نزل ماتش بتروجيت عمل نفس الطريقة 4-3-3 واعتمد على نفس التلات لاعبين بتوع نص الملعب، بس غير الثلاثي الهجومي. لأن الماتش اللي فات كان فيه قرارات كتير غلط. حاول إنه ينزل لعيبة تانية، يجرب لعيبة يلعبوا بستايل مختلف شوية عن اللعيبة اللي هو قعدهم بره، في نفس الوقت بيعمل روتيشن. لأنه هو يمكن معتمد ما عندوش غير 15 لعيب اللي ممكن يلعب بيهم، فما عندوش حتى احتياطي. يعني باك رايت بيلعب لعيب لسه صغير، أو في عرفنا احنا كمصريين لسه صغير. باك ليفت برضه لعيب لسه صغير، أول ماتش ليه رسمي الخضري. لعيب مش وحش، محمد إبراهيم لعيب مش وحش. اللي شال عيب الماتش كله حسام عبد المجيد والونش، لأن الزمالك سمح لبتروجيت إنه يعمل كمية عرضيات مهولة. لولا تمركز حسام والونش بشكل كويس وطلعوا كل الكور دي، كان شكل الماتش هيختلف. والحاجة التانية اللي ساعدت سوء أداء بتروجيت ما كانش هو بتروجيت النهاردة، ولا سيد عيد أدار الماتش بشكل كويس. الزمالك بدأ الماتش بأربعة اللي هما محمد إبراهيم باك رايت، وخضري وحسام والونش. في نص الملعب لعب بتلاتة: آدم كايد وإسماعيل في مركز ستة، ومحمد شحاتة اللي اتصاب وخرج ونزل مكانه محمد السيد يأدي نفس الأدوار. التلاتة المهاجمين اللي قدام اللي هو اعتمد عليهم وغير الأساسيين بتوعه، كان شريف ما كانش كوبانزا، وكان عدي الدباغ اللي كان كويس النهاردة مكان ألفينا، وكان فيرويد ناصر منسي. ناصر منسي عمل ماتش كويس، عمل جون. عدي الدباغ جاب جون، راح انفراد وكالعادة ضيع وردت له حطها. انما بيتحرك وبيحاول وبيروح للجون، بيقاوح في كل كورة، والمقاوحة بتاعته خلته ياخد ضربة جزاء الزمالك جاب منها جون تاني. محور الماتش يمكن لعيب جمهور الزمالك ما بيحبوش، وانا من الناس اللي بنتقده لانه هو فعلا عنده عيوب كتير. هو ادم كايد معتمد جمال هو اللي لعبه صح. الراجل بيجري كتير، الراجل بيغطي مساحات كبيرة أوي في نص الملعب، بيعمل سكان، بيعرف يعمل ترقصات على قد ما اللعب محتاج مش زيادة، بيعمل اسيستات. جات له كورة في آخر الشوط الأول حطها بكعب رجله على الطاير، لو كان دخل كان هيبقى من أحلى أجوان الدوري. آه معتمد جمال اتحط في اختبارات الماتش ده لما محمد إبراهيم اتصاب ولما شحاتة اتصاب، وهو بره الاختيارات عنده ضيقة ما عندوش حد. محمد شحاتة اتصاب، لا محمد السيد اللي أصلا بقاله كتير غايب لسه مجدد فرجع. محمد السيد لعب مش وحش. بعد كده محمد إبراهيم اتصاب وما عندوش باك رايت، الباك رايت الأساسي عمر جابر مصاب. اللاعب الصغير اللي نزله اتصاب، خد محمد إسماعيل اللي هو ستة لعبه باك رايت، ونزل دونجا اللي هو برضه راجع من الإصابة. التغيير اللي عمله التلاتة اللي نزلوا اللي هما كانوا دونجا شيكوبانزا ألفينا مكان محمد إبراهيم للإصابة، ونقل إسماعيل باك رايت. وقدام شال وينجين ونزل وينجين، طلع أوداي نزل مكانه ألفينا، وطلع شريف ونزل مكان شيكوبانزا. بالمناسبة شريف كان قراراته النهاردة زي الزفت، حاول كتير إنما قراراته كانت وحشة، وكان بيختار اختيار التسديد في أوقات غريبة ما كانش كويس، وساب ناصر منسي لأن ناصر منسي كان محطة كويسة في الماتش. شيكوبانزا أنا معرفش هو بيعمل إيه، يعني بره الموضوع بقى، يعني هو شيكوبانزا بيعمل إيه؟ شيكوبانزا كمية قرارات غلط متجمعين في لعيب واحد، رغم إن هو إمكانياته فظيعة. يعني شيكوبانزا لعيب سريع حريف، رجليه كويسة على الجون، انما هو ما تعرفش بيعمل ايه. يعني هو ساعات بيجيله في مخيلته تقريبا بيفتكر الكابتن ماجد فيقول انا هجري،
يجري في وقت مش المفروض يجري فيه، يحط الكرة برّه ويجري وراها، غريب. آآ معتمد جمال ساير الماتش، حاول إنه يطلع بال3 نقط. الزمالك عنده مشكلة بدنية واضحة من بعد الدقيقة 65